من زلامسي، هذه القرية الصغيرة الوادعة الجميلة. يعني تعرفون موقفي من الطبيعة والبحيرات، بحيرة جميلة. المدينة كما تقول المراجع هي مدينة أسست في القرن الثامن كدير للرهبان وصومعة لهم يعبدون الله فيها من القرن الثامن. في القرن الثامن عشر المدينة غيرت ملابسها وسوت استشوار وتبدلت وصارت مدينة وجهة ثقافية حضارية. تتميز أنها على جبال الألب، وتتميز أنها مدينة تزلج في الشتاء. في نظري ليس هناك ما يميز هذه القرية الوادعة المسماة زلامسي إلا كثرة أهلنا السعوديين والخليجيين فيها، وأيضا هذا الفندق اللي حنعرف قصته من صديقي أبو أميرة، الرجل المميز في الشاشة وخلف الشاشة. أبو أميرة حبيبي، الآن أنا شفت لك قبل أمس تتكلم في السنابك عن هذا الفندق، إيش قصته؟ والله جراند من أفخم الفنادق الموجودة في سلامسي. إيه؟ يحتفلون بعد بكرة بمرور 130 سنة يا على سلام. تأسيسه. طيب والحجوزات؟ قالوا لي الحجوزات انها جينا نحجز، قالوا 80%. كلهم سعوديين، كلهم سعوديين. بمناسبة الاحتفال هذا. لا هو دايم كذا. ربعنا يحبون زلامسي كثير ويحبون ليش بنظرك الإطلالة؟ والله الفندق ولا زلامسي؟ لا، ليش يحبون الفندق ذا والإطلالة عليه؟ والله يعني يا دكتور شوف، أنا أقول لولا اختلاف الأذواق لبارت أكيد أكيد أكيد. فالطبيعة خلابة، مين ما يحبها؟ صحيح. الطبيعة والنمسة مريحة جدا جدا، والجبال والجو. والغرف كلها مطلة على البحيرة. يعني لا، في جزء مش مطل، وجزء منه مطل على البحيرة. طيب جزئين. حسين الحين بيصيد البط هذا، وش نسوي فيه؟ مسموح صيد البط؟ تعال يا حسين. والله حسين إذا بكرة نبي نشوفه بالأخبار ايه ممنوع. ممنوع صيد البط. وهذه تقع على جبال الألب صح؟ تقع على جبال الألب، ومدينة تزلج في الصيف، في الشتاء، ومصيف بالنسبة للخليجيين تحديدا في الصيف. لأني أنا احنا نمشي بالسوق أنا وأنت، كل 10 أشخاص نلقى بينهم 2 أو 3 خليجيين صح؟ الله السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يسعدك يا أبو أميرة، شكرا لك يا سيدي. ما زلنا في مدينة زلامسي. هذه المدينة الوادعة، ما هي مدينة، قرية صغيرة الحقيقة، وهذا السنتر. سألنا البعض هنا وقالوا لنا أنه المدينة جميلة أو القرية جميلة، مشكلتها أنها سيزنال، يعني موسمية، يعني تفتح في ذروة الصيف في ذروة الشتاء. طيلة السنة يمكن تبسط 7 و8 شهور. هذه من الملاحظات على المدينة، وما زلنا نتجول في داخلها، وبقول لكم أكبر عيب فيها بعد هنا في زلامسي. شوفوا كيف اللمسات الجمالية بحكم أنها قرية صغيرة في كل مكان. زي ما قلت لكم عيبها الوحيد أنها غالية صراحة. الغرف هنا ب1000 ريال. ليش 1000 ريال؟ على إيش 1000 ريال؟ ما تفرق عن المدن الأوروبية الثانية، يعني مدن أوروبية بمستوى الجمال هذا وبمستوى الجودة هذه تلقاها ب200 300 ريال بس. شوف طبعا هذا المكان جيت أدخله مليان ما شاء الله من أهلنا الخليجيين، يبيع تحف وأشياء جميلة وكريمات وشموع، أكيد أنهم يحبون هذه الأشياء، الله يوفقهم. بس أنا الآن في مدينة زلامسي النمساوية. هذا الفندق سيحتفل غدا بمناسبة مرور 130 سنة عليه. شوفوا بالله، وريهم يا حسين الأثاث، السجاد الفاخر جدا لو بيع بالمزاد، الستاير كما هي، اللمسات، الإطلالة الخارجية سنذهب لها الحين. بس تعال يا حسين كمل هناك. شوف التقاليد، براد الشاي يا حسين، تعال وريهم تقاليد البراد. تعال شوف، تعال يا حسين تعال. هذا حبيبنا علي المشعل قاعد يتأمل الحياة. شوفوا جلسة علي في مجلس مميز، كل ركن في زاوية وفي قصة. هنا قصة يا حسين، هنا قصة يا حسين. تعال شوف، تجي هنا تنزل مع الدرج اللولبي على وين؟ على تحت. تعال يا حسين على تحت، هناك الإطلالة غير، حاطين كل ركن بلون. تعال نشوف اللي برا يا حسين، تعال نشوف اللي برا. شوف اللي برا مطر على البحيرة، وهذا اللي يميزه ويخليه غالي. الإطلالة هذه طلعهم يا حسين، خذ مع الدرج وانزل على البحيرة وجبال الألب اللي أمامكم. حط الكاميرا على جبال الألب يا حسين. كنا جالسين تو هنا، شربنا الشاهي
المقهى مشكل على 4 طوابق، طابق وطابق، وهنا في طابق ورانا، وخلي الطابق مستور. تعال يا حسين وريهم البحيرة. لو قدرت تنزل بسرعة يا حسين يكون لك من الشاكرين، تقف هناك وتصور. خلي المتابعين حقين يستاهلون ننقلهم من أرض الحدث. أيوة، على أرض الحدث مباشرة. أيوة على أرض الحدث. اتجه يا حسين، اتجه يا حسين. أيوة اتجه. أيوة على البحيرة. هذه البحيرة وهذا إطلالة. ارجع بهم يا حسين، وريهم الفندق كيف. هذا الفندق اللي يميز المدينة كل زلامسي، المدينة النمساوية اللي يميز هذا الفندق اللي حيحتفل بكرة بمناسبة مرور 130 سنة. حنا معزومين، عزمنا حبيبي علي المشعل أنا وحسين، لكن لدينا مهمات أقوى، وحسب رأي حسين أنه هناك تغطيات أهم وأولى من تغطية الفندق غطيناه بما يكفي. وشكرا للمصور المبدع حسين المشعل الذي معنا طوال الوقت.